انت كتفرقان غير لما الأميرة جات. نويت أجيب جمر والماس وأقول يا عشق في وسط الناس، وأقضي حبسنا أبنى الماء، أعيش وجع وحبيبي يرتاح. طيب في بحرك عيني في مدى، رصيد في دنيا سدح مدى، عيني في عينيها ولد وتاه، بكلم نفسي سأتكلم معاها دي بنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهارده عبارة عن لقاء صحفي مع أبطال واد محامية كلهم. الماضي مش مع حد ولا اتنين ولا تلاتة، كلهم. نعمل سكيب للصرخة اللي كانت في النص عند كلهم دي. لقيت نملة كبيرة وفكرتها صوصة، أو هو أنا مفكرتهاش صوصة، هو أنا عادة مبخافش من الصراصير بصراحة، بس أنا فكرتها حشرة غريبة المصدر بصراحة. فيعني يا لهوي، أكمل تصويري ازاي في الأوضة دي؟ أعيط. هيك على الفيديو فكلهم. وبصراحة أنا متحمسة موت. هو بصراحة مش كلهم يعني، احنا جبنا الناس المهمة بس. هناك شخص ناقص بس مش هنقول هو مين دلوقتي عشان ده شخص مفاجأة. هو ما ظهرش أصلا غير في 3 حلقات بالعدد، حرفيا 3 حلقات بالعدد. أنا الحقيقة بين 3 بصراحة، عشان في 3 ظهروا في 3 حلقات. فكروا انتوا بقى، وانا قلت هو مش هي، خدوا بالكم. المهم يا جماعة، معانا حسام حسحيسو اي حسحيسو، ومية ميوشة، وفهد فهودة، ولؤلؤ لؤلؤة، وليل ليلولة مش عارفة ايه بس قشطة يعني، وساندي سندودة وجاسم جسومة استغفر الله العظيم يا رب. المهم يعني، فطبعا جاسم وساندي عاملين ماتشنج. هل انت راضي على اللي بيحصل ده يا حسام؟ هو بصراحة انا زيك يعني اتصدمت، بس ممكن تكون صدفة عادي. هي فعلا صدفة. انا وساندي اخوات، وكل اتقال اشاعات. لا حول ولا قوة الا بالله. وتاج تكتوجة ام ادم وتالين، او بصراحة يعني بصوا خلوا السيربرايز دي في النص. ليليانو ومصطفى. انت اسمك غريب بس مصطفية يا جودي. والله ده اللي عندي بقى، مش عاجبك؟ عندك ادي حيطة، ادي التانية، اوعي شوية يا ساندي، التالتة اللي هو بعض يخبط راسك في اللي تحبك، في اللي تعجبك يعني. المهم يا جماعة، احنا هنسألهم هل انتوا راضيين عن النهاية ولا لا. نسأل كل واحد. مية، هل انت راضية عن النهاية؟ لا خالص بصراحة، بالذات ان حسام فقط الذاكرة. حسام، هل انت راضي عن النهاية؟ هو انا بصراحه ما اعرفش ايه البدايه عشان ارضى عن النهايه، بس يعني بمناسبه ان انا فقدت الذاكره فتمام، حاجه حلوه، لان من كلامكم كلكم بصراحه واضح ان انا كنت شخص حياتي وحشه جدا جدا، كانت حياتك زباله، اقسم بالله كنت صعب على الكافر. ماشي. فهد، هل انت راضي عن النهايه؟ جدا اكيد طبعا، مراتك حامل الله يسهله. لؤلؤ، هل انت راضي عن النهايه؟ بصراحه راضي. طب الحمد لله. ليل، هل انت راضي عن النهايه؟ الحمد لله طبعا، مش محتاجين نفتح في القديم بقى ونقول انا هاديه ليه. بالظبط، اللي ستره ربنا يفتحوش عنده. ساندي، هل انت راضية عن النهايه؟ والله وانا مش عارفه انا ايه اللي جابني هنا، هو انا ما كنتش رئيسيه في المسلسل اصلا يعني. ماشي انا اخت بطل فقشطه. والله هو من ناحيه بطل فعلا. طب تاج تكتوج، انت راضية عن النهايه؟ اكيد طبعا تاج راضي عن النهايه. جاسم، والله فعلا زي ساندي يعني، مش عارفه انا ايه اللي جابني هنا اصلا. اوكي تقريبا في قصة حب سوف تنشأ. هل انت راضي عن قصة الحب دي يا حسحيسو؟ مش قوي بصراحة، ومش قوي خالص يعني. قسما بالله العظيم لو بصيت لها يا جاسم الكلب، ايه يا ويلي لو بصيت لها. ايه، اختك مش هبص لها اكيد. بص على اختي اهو، عاملة ايه تاج؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ الحمد لله. بس. ومصطفى، هل انت راضي عن النهاية؟ مش قوي بصراحة، عشان ليليان مش راضية تحن. معلش بقى، هو ده اللي عندي معلش. اللي انت عملته ما كانش قليل. ايه ده، هو انت فاكر؟ لا مش فاكر، بس هو حكالي. عامل نفسي مش دايق. اوكي. ماشي، انتوا كده راضيين عن النهاية. طيب، بما ان في موسم تاني، فانتوا تتوقعوا ايه اللي ممكن يحصل في الموسم التاني؟ انا بصراحة اتوقع ان في اشخاص جديدة هيظهروا، ومصايب جديدة هيظهروا، يعني مش بعيد اخت هنا ترجع واخو فاطمة كده بقى، فاهمة يعني.
في انتقام كتير، في اكشن كتير هيحصل. والمرة دي بقى هيبقى انا وتاج مقصودين وعيالنا هيبقوا في خطر. يا لهوي، دي توقعاتك يعني؟ دي توقعاتي. طب وبالنسبة لحسام، اتوقع ان حسام هيتجوز مين؟ الله، ممكن يتجوز ليل. صح؟ انت موافقة يا ليل؟ انا عن نفسي ما عنديش مشكلة، وانا ما عنديش مشكلة. ساندي انت موافقة؟ انا موافقة جدا طبعا. طب الحمد، كله موافق الحمد لله. طيب ماشي، توقعاتك يا لؤي؟ توقعاتي ان ممكن يحصل كارثة بيني وبين مية ونتطلق ايه ده بعد الشهر تفي من بقك. وممكن بقى بعد كده انا احاول اصلحها طبعا، انا ماليش غير مايوشي، فبس بقى ونرجع تاني. ليه؟ ايه توقعاتك؟ توقعاتي انه اتفضح ويحصل كارثة كبيرة، بعد كده حد بقى مجهول الهوية كده يرجعني للعيلة وبس. ساندي ايه توقعاتك؟ مع ان انا هتجوز. جاسم ايه توقعاتك؟ هتجوز برضه. بيلمحوا. تاج ايه توقعاتك؟ هخلف. ليليان هتجوز. مصطفى هتجوز برضه. ما اكيد، ما هي هتتجوز يبقى انا هتجوز. ايه ده؟ وجهة نظر برضه. طب ما يمكن ليليان تتجوز واحد تاني. على جثتي يا جودي، قسما بالله العظيم على جثتي. اقول لكم توقعاتي انا بقى. مين انت قلت توقعاتك؟ لا، او قلت مش فاكره. طب اقول لكم توقعاتي ان في حد من وسطنا هيبقى خاين. جودي وهي بتلمح. بلمحش، بقول احساسي. في حد من وسطنا هيبقى خاين. صديق اليوم هو خائن غدا. الله عليكي، استني سقفلي العسل ده، سقفلي. طيب توقعات أستاذة أو أستاذ ايه أستاذ دي؟ طيب توقعات أستاذ أو أستاذة حبوبة. أهلا. طيب ودي مفاجأة يا جماعة، إن حبيبة هتكون شخص رئيسي في الموسم التاني. ايه ده يا جودي؟ فبس انا بصراحة متحمسة موت، يعني مش عارفة ايه اللي ممكن يحصل. حبيبة ايه توقعاتك؟ توقعاتي ان في كارثة هتحصل، الله اعلم ايه هي، بس في كارثة. وحاسة ان مش حد واحد اللي هيطلع خاين، حاسة ان اكتر من حد، يعني ممكن 3 4، ممكن كله يطلع. ممكن انتي شخصيا تكوني خاينة عادي جدا. ايه ده؟ هبدأ اكرهك يا حبيبة، مش كده؟ في ايه؟ طيب من وجهة نظركم، لو المسلسل كانت عمل مسلسل حقيقي في التلفزيون، مين كان هيكون اكتر شخصية محبوبة؟ ممكن مثلا ساندي او ليليان، مش عارف. اكتر 2 اصلا ما ظهروش كتير. طيب مية، اكيد طبعا لؤي. عيون لؤي خبت كده. انا ايه اللي جابني هنا؟ فهد اكيد طبعا. تاجي ما شاء الله، وكل واحد يقول اللي مرتبط بيها. طيب جاسم مش عارف، ممكن حسام او اي حاجه من ريحه الحبايب. ها طيب وساندي ممكن حسام برضو. ايه ده؟ توقعت تقول تاج واي حاجه من ريحه الحبايب. ها ماشي. مصطفى. ليليان مصطفى. احلفي. لا هو مش انت اسمك مصطفى؟ كنت بنده عليك. بتلمح، الله يسهله. ليل. حسام. طيب لؤي. لا لؤي. مين تاني؟ معلش. جاسم. لا جاسم قال. انا توقعاتي طبعا حسام. ايه التخلف ده؟ طيب مفيش اسئله في دماغي، استنى افكر. طيب ايه توقعاتكم؟ بلاش ايه توقعاتكم دي بقى، الله لا اعلم الغيب الا الله. وجهة نظر برضه، وجهة نظر. هل في حد هيتجوز او حد هيطلق؟ احساسكم ايه؟ الاتنين، حد هيتجوز وحد هيطلق. ممكن نفس الشخص يتجوز ويطلق، الله اعلم. وجهة نظر تحترم برضه. هل في حد هيموت؟ كتير. الله ينور اللي فهماني. هل الموسم التاني هيكون افضل من الموسم الاول؟ هو عامة مفيش افضل من الموسم الاول، لان احنا عشنا معاه البدايات، وعرفت فيه تاجي طبعا، وعرفت فيه ان انا اب وحاجات كتير كده. بس لا مش حاسه ان هو يكون احسن. اكيد طبعا هيكون احسن بكتير. ما اعرفش، يعني مش قادره احدد اذا كان هيكون احلى ولا اوحش، بقى تمام. طيب مش فيش اسئله في دماغي. ماشي. ايه الشخصيه اللي تتمنوا تغيروها؟ من غير زعل. من غير زعل، او احنا ممكن نخفيها خالص. يعني فهد وساندي وجاسم، حاسه انهم ملهمش لازمه بجد. يعني ماشي فهد متجوز تاج، بس جاسم وساندي حاسه ملهمش لازمه تماما بجد.
يعني مصطفى ماشي صاحب حسام، جاسم مش حاسة قوي، لا يعني ملوش لازمة حرفيا، اتفق بجد. طيب حسام، كلكم بلا استثناء يعني، بلا استثناء، ما عدا نفسي بس كده. ماي جاد لؤي، بصراحة من غير زعل قلنا الليل وحسام. الله ينور. الليلة الله ينور، لا طبعا. طيب ليل، حبيبة، حبيبة ليل، ما شاء الله ليلتنا فل أعداء. لا مش أعداء يعني، بس عادي، حاسة ان هو كده بقى، احنا عارفين اللي فيه. وانا حاسة اللي هو بجد يعني انتي ما ظهرتيش تقريبا غير 3 حلقات بس او حلقتين كمان، فاللي هو يعني وقت يعني وقت بجد. هتعملي ايه في الموسم التاني انتي؟ هتتجوزي لؤي مثلا؟ هتتجوز عليا لؤي؟ اكيد لا طبعا. في النهاية، هل استمتعتوا معانا؟ جدا بصراحة. وحابة أقدم شكر للمتابعين كلهم، كل الناس اللي كانوا بيحبوني وبيفضلوني على أي حد بدون ذكر أسماء طبعا، ابن فهمي. فحقيقة كمان بحبكم جدا يعني بدون ذكر أسماء، بس أنا بحبكم جدا بجد. وممتن بجد ان انا في حياتي ناس زيكم، والمسلسل وعد محامية نزل، وان انتوا عرفتوني وان انا عرفتكم، فبجد شكرا جدا ليكم. وانا حقيقة عايزة اقول لكم برضه شكرا جدا لكل الناس اللي بتحبني، واللي هم كتير جدا، وحقيقة انا كمان بحبكم جدا تحديدا. يعني خليني احدد بقى، مش هقول بدون ذكر اسماء زي احدهم كده، فاللي انا فاكرهم دلوقتي يعني تقريبا آية وتاج، مش فاكر حد تاني بصراحة. فحقيقي يعني انا كمان بحبكم. تحب مين؟ بحب مية جدا جدا فوق مما تتخيلوا. وشكرا ان مية في حياتي، وشكرا ان انتوا في حياتي، وبس يعني. وانا احب اقول يعني انتظروني في الموسم التاني، ومش عارفه اذا انتوا كنتوا هتحبوني ولا هتكرهوني، بس يعني هتنقسموا نصين زي ما الناس اتقسمت نصين، نص بيحب حسام ونص بيحب رؤية، بس انا ماليش منافسه الحمد لله. جاسم، والله يعني شكرا ان انا عملت ماتشنج مع ساندي بس كده. وانا احب اقول شكرا لكل الناس اللي كانت بتحبني وكرهتني، وشكرا لكل الناس اللي بتحب ليلياني، ما عدا طبعا الولاد والرجاله يعني، لان قسما بالله لو لمحت كومنت بس في الكومنتات راجل بيقول ان هو بيحب ليليان، هتشوفوا مني وش تاني بجد، وش تاني بقى. وانا احب اشكركم لكل الناس اللي كانت دايما بتقول على شخصيتي قويه وكانت بتحبني من بدايه المسلسل لاخره. اي نعم جه عليك وقت كنتش طايقاني، وانا بصراحه ما كنتش طايقه نفسي، بس اهي عدت يعني. وانا عايزه اقول شكرا لكل الناس اللي كانت بتحبني، ودايما هسمع ان انا اكون مع حسام ونتجوز وكده، بس لا ملناش نصيب. وانا احب اقول شكرا للناس اللي شكرا لحسام لو خلاني اخته وان انا طلعت في المسلسل ده. وانا احب اقول شكرا لكل الناس اللي كانت دايما بتقول ان احنا نركز اكتر على علاقه فهد وتاج. واحب اشكر تاج، مش تاج مهاتي، لا تاج التانية، علشان يعني على اسم تاج بس كده. وبس، ما اظنش في حاجه عايزه اقولها. احب اشكر كل الناس اللي بتحبني وبتحب شخصيتي، بحب اشكركم كلكم، وبجد بحبكم قوي. وحقيقي شكرا قوي 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 لجودي بجد ان هي نزلت المسلسل، وان احنا اتعرفنا على ناس عساسية جدا زيكم كده. وبس في نهاية الفيديو، احنا حقيقي حقيقي كلنا بلا استثناء بنشكركم ان انتوا اديتونا وقتكم واتفرجتوا على وعد محامية. ونتمنى ان كلكم بلا استثناء تكتبوا لنا تحت تقييمكم للمسلسل كامل، وتدوا كم من 10، وايه اكتر لقطة عجبتكم في المسلسل، وايه اكتر لقطة ما حبيتوهاش في المسلسل، واكتر شخصية حبيتوها واكتر شخصية ما حبيتوهاش. وحقيقي احنا مستنيين الكومنتات بتاعتكم بفارغ الصبر بجد. وباذن الله الموسم الجاي احلى، وانتظروا مننا دايما مسلسلات احلى واحلى واحلى، واحنا معاكم دايما، ومهما اختفينا وبعدنا شهور وسنين فاحنا موجودين، ما تقلقوش. وبس بحبكم. ده كان فيديو النهارده، لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبس كده، قبل ما اختم الفيديو احب اقول لكم شكرا تاني، وبتمنى ان احنا كنا قد ثقتكم فينا، وان انتوا اديتونا وقتكم، وبتمنى انتوا تكونوا قضيتوا وقت ممتع معانا ومع مسلسل وعد محامية. وهحاول اقلل المصايب في المسلسل الجاي باذن الله. بالمناسبه نحب نقدم شكر كبير جدا 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 لباسم وجمانة وتميم وسوزي وادهم وهمس وتيم وبنتهم الصغنطوطة عش ابن تميم وسوزي. شكرا ليكم ان انتوا كنتوا موجودين في بدايه المسلسل، وان انتوا حرفيا لولا باسم ما كانش في مسلسل اساسا، لان باسم هو اللي جاب مية، لان مية صاحبة جوانا. احب افكركم، وزي ما ابتدينا المسلسل فاحنا بننهيه، والكل بداية نهاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.